السلام عليكم. أهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا من مدير موارد بشرية إلى شريك استراتيجي بال AI. ولو لسه ما شفتش الجزء الأولاني أنصحك ترجع تشوفه، واللينك موجود تحت في الوصف. النهاردة بقى مش هنتكلم عن المفهوم النظري، لكن بقى عن التطبيق الواقعي خطوة بخطوة. يعني إزاي تبدأ فعلا الرحلة دي جوه شركتك وتحول ال HR من دور إداري لقوة استراتيجية حقيقية. أنا لقيت في تقارير وأنا عمال أقراها كده من شيرم و AIHR و إرنست يونغ إن هما اتكلموا عن خطة عملية من 5 خطوات واضحة، وخليني أشرح لك ببساطة إيه هو. فأنت أول حاجة لازم تقيم الوضع الحالي، فأنت اسأل نفسك أنت عندك بيانات كافية ولا لأ، والبيانات بتاعتك محدثة ولا منسقة، والأنظمة مترابطة مع بعض ولا لأ، وأنت عندك الداتا في شيت إكسلز ولا لأ. تاني حاجة هتحدد أهدافك، إيه اللي عايز توصل له من استخدام ال AI. يعني مثلا عايز تقلل التيرن أوفر، ولا ترفع الأداء، ولا تحسن تجربة الموظف، فلازم تكون واضحة أنت عايز إيه. تالت حاجة إن أنت تبدأ بمشروع صغير، فمفيش داعي إن أنت تبدأ بمشروع ضخم. وجرب مثلا إن أنت تعمل أوتوميشن لتقييم الأداء أو تحليل مستوى رضا الموظفين أو CV screening باستخدام أداة AI صغيرة وبسيطة. رابع حاجة بقى ودي الأهم إن أنت تدرب فريقك، فلما تدرب فريقك على تفسير البيانات مش بس إن هم يشغلوا الأدوات، بتحولهم من منفذين رواد أعمال داخل قسم ال HR، وهيبدأوا يشوفوا الصورة الكبيرة ويربطوا الأرقام بالأهداف، وهيحولوا كل رقم لرؤية استراتيجية واضحة. خامس حاجة هتدمج بقى ال AI في القرار، يعني بدل ما تعتمد على الإحساس أو الخبرة، لأ أنت هتبتدي تبني قراراتك مدعومة بال AI بناء على تحليل وداتا، وساعتها توصياتك هتبقى أدق وأسرع، وأكيد ليها تأثير أكبر. خليني بقى أشاركك في أمثلة حقيقية هتوضح الصورة أكتر وتفهم إيه اللي بيحصل. فعندنا IBM استخدمت ال AI إن هي علشان بتحلل بيانات الموظفين وبتتوقع مين ممكن يسيب الشركة، وصلت نسبة الدقة ل 95%. أنت متخيل؟ وفوربس إن هي ذكرت في تقاريرها إن بعض الشركات بقت بتستخدم ال AI tools علشان بتصمم برامج تدريب مخصصة لكل موظف بناء على السلوك المهني وطريقة تعلمه. وولتر واتسون طورت نظام بيحسب ال ROI لكل مبادرة HR، يعني مش بس إن هي المبادرة دي نجحت ولا لأ، لأ كمان إن هي كسبت وقت وفلوس للشركة فعلا ولا لأ. وإرنست يونغ بقت بتستخدم ال AI لتحليل ثقافة المؤسسات، وبتحدد الفرق اللي فيها مخاطر نفسية قبل ما الأمور تتفاقم. فتخيل معايا المشهد ده، إن ال HR ما بقاش بيرد على المشكلات بعد ما بتحصل، لأ هو بيسبقها بخطوات من رد فعل لرؤية استباقية. لكن الحقيقة التحول ده مش سهل زي ما بيبان. التقارير حذرت من 3 تحديات رئيسية هتقابل أي شركة في الطريق وهي بتعمل التحول ده. فأول حاجة الاعتماد الزايد على القرارات الآلية، فلو شلنا العنصر البشري تماما ممكن النظام يغفل العوامل الإنسانية ويظلم بعض الموظفين ويكون في بايس بدون قصد. تاني حاجة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية. ال AI بيحلل كل حاجة من الأداء للمشاعر، وده محتاج سياسات واضحة لحماية خصوصية الموظفين. و HRCI أكدت إن ده من أهم الشروط التحول الآمن بال AI. تالت حاجة بناء ثقافة تقبل التغيير، مش كل الفرق هتحب التغيير أو التكنولوجيا، وهتلاقي فيه ريزيستنت. وهنا بيجي دور القائد في إنه يشرح الفايدة ويبسط المفهوم ويخلي الناس تشوف ال AI أداة مساعدة مش تهديد. ففي تقرير إرنست يونغ وصفت إن القائد الناجح هو جسر الثقة بين التكنولوجيا والهيومنز. آخر حاجة هتكلم عليها تقرير من Globalization Partners في سنة 25 أكدت إن الشركات اللي هتعرف توازن ما بين ال AI والعنصر البشري هي اللي هتتصدر السوق في خلال ال5 سنين الجاية. فال AI مش غاية في حد ذاته، لكن هو مجرد وسيلة، لكن القيادة الواعية هي اللي هتحدد الاتجاه. يعني ببساطة الذكاء مش في الماشين، لا هو الذكاء في اللي بيستخدمها بحكمة ويقدر يستغل مزاياها. أنا شخصيا لما خلصت البحث ده حسيت إن إحنا داخلين مش في عصر التكنولوجيا، لا لكن عصر القيادة الواعية بال AI.
ودلوقتي بعد الجزئين عندك خريطة واضحة إزاي تكون شريك استراتيجي فعلا بال AI. المصادر كلها موجودة في وصف الفيديو، اقراها براحتك وهتلاقي كنز من الأفكار. واكتب لي في الكومنت إيه أكتر نقطة شايف إنها ممكن تغير شكل الموارد البشرية في شركتك. أنا أحمد سامي وده مشروعنا سوا عشان نخلي الموارد البشرية أذكى وأسرع وأربح. سلام.